دلوقتي بس انا عايز اعرفك حاجة عن اعتذار النادي الاهلي وايه هي التفاصيل ان هو ما يشاركش في كأس مصر. رقم واحد، مارسيال كولر بعد ما خلاص كسب الدوري وحسم الدوري واحتفلوا، اول ما رجع قال للعيبه احنا عايزين نهدوا كده عشان خاطر كان موسم شق علينا كلنا. فراح كلم الكابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي الاهلي وجمع كده الحبايب وقعدوا قعده حلوه كده وشرح له ان هو عاوز يريح اللعيبه وعايز صفقات جديده عشان خاطر يبدا الموسم الجديد بعد ما اللعيبه ترجع قوتها والفرقه تسترد القوه بتاعتها. كابتن محمود الخطيب عجبته جدا اول فكره بتاعت مارسيال كولر وقال له تمام جدا، وخلاص اعتذروا عن كأس مصر. النادي الاهلي هيلعب الموسم الجديد بكامل قوته، والدوري هيتأجل ثم هيتأجل ثم هيتأجل وبعد كده هنرجع زي ما كنا تاني. فالموضوع بقى سهل جدا، وعايز اقول لك كل ده بيصب على فشل المنتخب المصري